ربنا أنت المحيط بكل أمورنا والعليم بكل شؤوننا، فالطف بنا من حوادث الزمان واحفظنا في كل زمان ومكان. مساء الخير واهلا وسهلا بكل متابعيني. اليوم حابة اعمل كبسة وفخاد فروت جنبها. المكونات كتير سهلة، معنا دبس بندورة حوالي معلقة كبيرة، وكمان دبس فليفلة معلقة كبيرة، وطبعا ما ننسى الثوم حوالي 5 فصوص من الثوم. وهلأ رح نضيف التوابل. عنا كزبرة يابسة وفلفل أبيض وزنجبيل مطحون وهل مطحون وفلفل أسود وملح وكركم، وعنا هون عصير ليمونة، وطبعا خل تقريبا 3 معالق أو 4 معالق كبار، ومنخلطهم سوا ليتمازجوا ومنضيفهم فوق الفروج. وهلأ عنا إضافة نص ليمونة مقسمتها شرايح، قطع الفروج بعد ما تبلتها حطيتها بالبراد تقريبا ساعتين لحتى تنتقع وتتشرب النكهات والتوابل. ورح نحتاج كيس حراري مخصص للفروج، ومنصف القطع الفروج جواته بقلبه بشكل متساوي. حبيت أعطيكم نصيحة، إذا كنتوا أول مرة بتستخدموا أكياس حراريات مخصصات للفروج وللفرن، إنكم تسكروهم منيح من فوق، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية إنكم تثقبوهم تقريبا 3 ثقوب بالسكينة من فوق كمان، مشان لأني بتعرفوا الفرن بتصير حرارته عالية. ورح نكمل فليفلة على قطعة خبز مشان نصف فوق الفروج، بيعطوا منظر حلو وطعمة طيبة.